السلام عليكم البنات، السلام عليكم الميمات، السلام عليكم الحباب كاملين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا او هذا الروتين هذا. اليوم البنات روتين جديد، فيديو جديد، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم كيف الروتينات كاملين اللي كندير لكم. الروتين اللي هو محترم وغادي تستافدوا منه، ضروري غادي تستافدوا منه. ولكن قبل ما نبداو في الوصفات ديالنا غادي نصليو على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا سيدي محمد الحبيب. البنات هنا غادي نشارك معكم مجموعه من الاطباق اللي وجدت العراضه اللي درت لخوتي هكا غير بيناتنا، تجمعنا بمناسبه العيد. المهم الفيديو راني البنات موجداه شحال هادي غير عاد كتاب ونزل لكم. هنا البنات كما غادي تشوفوا غادي ناخذ 4 كيلو ديال البصله، ومن الافضل ديروا هنا البصله الحمراء في البسطيله كتبقى شاده راسها مزيان، يعني كتبقى نقولوا الدغميره شويه هكا كتسكا، اما ديك البيضه راه في البلاصه كتهبى. 4 كيلو ديال البصله بالنسبه لجوج البسطيلات كبار. الا كنتو غديروا غير وحده غديروا نصف المقادير، يعني غديروا 2 كيلو. خديت البنات البصله قطعتها كما غادي تشوفوا، وغادي نفرموها هكا فرمان اللي كيكون ناعما باش ملي كنجيو ندغمروها البنات راه بسهوله كتدغمر لكم، ما كتبقاش هكا مفرزه وكل طرف غادي للجهه. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ يعني تدغمر لكم بسرعه. هذا سر من اسرار نجاح البسطيله. ما كانش عندكم بحال هاد الاله هكا وعندكم غير السكين، حاولوا تشلضوها بالطريقه اللي كتكون رقيقه بزاف. من بعد البنات كناخذ كيلو ديال اللوز، انا هنايا نص كيلو راني سلقته وفسختو، ونص كيلو نتوما كما كتشوفوا درتو في الكاسرونه خليته باش نشاركو معكم. غير غادي تطلع فيه الغليه كنصفي عليه ديك الماء طايب، كنولي نغسلو بالماء بارد، غنزولو القشره وغادي نخليه كينشف. مباشره غادي ندوز نشرمل الدجاج ديالي. خديت هنا واحد القصعه غادي ندير فيها واحد 8 ديال الفصوص ديال الثوم اللي كيكونوا كبارين. انا عندي هنايا بالنسبه لجوج بسطيلات جوج دجاجات، كل دجاجه فيها 3 كيلو، يعني الدجاج كبير تبارك الله. غادي ندير عليهم معلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره عامره ديال الفلفل الاسود، وجوج معالق صغار عامرين ديال الخرقوم. بالنسبه للتوابل البنات كلها راني انا منقياها وطحناها على يديا. وغادي ندير في الاول معلقه صغيره ديال الملحه لانني غاسله الدجاج بالملحه والحامض. من بعد فاش كتغلي لنا الطنجره ديالنا مزيان كندوقوا المريقه، الا لقينا هي هذيك لقينا خاصه كنزيدوا شويه. غادي نضيف كذلك واحد شويه ديال الماء، تقريبا واحد نص كاس، وغادي نحاول نخلط داكشي كامل وغادي نشرمل فيه الدجاج. تقدروا البنات هنا ديروا الناس اللي كيدير السمن، انا ما كيعجبنيش في البسطيله. البسطيله الحقيقيه الفاسيه غادي نشاركها معكم اليوم، ما كتكونش الوصفه فيها السمن بتاتا. خديت البنات ديك الدجاج كما قلت لكم اللي غسلته ونقيته وحيدت له الجلده، حيدت له الشحمه، خليت غير ديك اللحمه كما غادي تشوفوا هكا بيضه، وغادي ندوزو في ديك الدجاج وغادي ندوزها في شرموله. عندكم الوقت خليوها هكا واحد نص ساعه، ما عندكمش الوقت انا راني مباشره البنات طيبت الدجاج ديالي وجات البسطيله غزاله ما نقول لكمش كيفاش جات. حاولوا البنات تدخلوا داك الشرموله مزيان في الدجاج. ومن بعد كناخذ كوكوت وغادي ندير فيها شويه من ديك البصله اللي قطعت من ديك 4 كيلو. ما كنديروش 4 كيلو في الاول كامله، غنديروا غير واحد شويه تقريبا واحد الكيلو هكاك. وغادي نضيف كذلك من الفوق قطع ديال الدجاج. غادي ندير كذلك البنات ديك الشرموله اللي بقات لي في الكسعه، ضروري هذيك حتى هي نديروها. هنا البنات كما تشوفوا الدجاج راني مقطعه غير على 4 بحال دابا الصدر كبير دايره على 2، الرجلين هكا كبارين على 2، باش منين كيطيبوا لا قطعناهم طريفات صغيورين ملي غادي يجيو يطيبوا راه غيتخلطوا لنا مع الدغميره. وقع لكم واحد المشكل كبير باش تعزلوا الدجاج بالدغميره، من الافضل ديروا قطع هكا اللي كبيره او ديروا الدجاجات صحاحين، عندكم الاختيار. غادي ندير كذلك البنات واحد الكاس لارد ديال زيت الزيتون وزيت المائده. غادي نقلي ديك الدجاج غير واحد شويه، ومن بعد غادي نضيف ديك البصله اللي بقات لي. كان عندكم الكوكوط ديالكم صغيره طيبوا الدجاج غير بديك الكميه ديال البصله اللي عطيتكم في الاول، وزولوه باش خليوه باش يبرد باش تفرتوه، وزيدوا عاد البصله الاخرى اللي بقات لكم. انا عندي تبارك الله هكا الكوكوط كبيره درت البصله كلها. غادي نخلي الطنجره ديالي غير بحال هكا مايله حتى غادي يطيب الدجاج على خاطرو غير في ديك المريقه اللي كيطلق البصله. كنتم مزروبين او ما عندكمش الوقت او المهم تبعكم شي شغل
زيروا على الكوكوط ديالكم، ولكن تكون النار متوسطه. صافي البنات، هانتوما كما كتشوفوا الطنجره ديالي الدجاجه طايب، راه باين قبل تكون يعني. وديك المرقه اللي كتشوفوا راه غير ديال البصله، الماء ديال البصله. غادي نزول ديك طرف الدجاج ديالنا كاملين، وغادي نخليو ديك التغميره كتقلى مزيان مره كنحركوها. وفي نفس الوقت راني كنقلي هنا اللوز. بالنسبه للوز البنات كنديروه في الزيت بارد، حتى هو كنبقى نحرك فيه هكا مره حتى كيتحمر وكياخذ واحد اللون ذهبي خفيف. هانتوما البنات كما كتشوفوا البصله راها بقات لي واقفه، يعني التخميره. الدجاجه هانتوما كما كتشوفوا راني فرتو طريفات صغار، حيت له ديك العظيمات ولا بقى شي طريفه هكا الجلده. اللوز مقلي، وعندي هنا واحد الكميه لا باس بها ديال القزبر والمعدنوس. غادي نضيفها البنات على ديك البصله. البسطيله الحقيقيه البنات هنا في هذه المرحله هذه ما كنضيفوش السكر حنا في مدينه فاس، الناس الفاس القدامين. ولكن الا بغيتوا تضيفوا السكر غادي يكون افضل، لان الاغلبيه ديال الناس كيفضلوها هكا بالمذاق ديال السكر. هنا البنات خديت انا واحد 20 بيضه، 20 بيضه في جوج كما قلت لكم جوج بسطيلات، يعني 10. تقدروا ديروا مع 10 د البيضات حتى ل 12. الا كان البيض صغير ديروا 12. انا عندي البيض كبير درت هنايا 20 بيضه. صافي البنات غادي نبقى نكب داك الخليط ديال البيض ديالي على داك البصله مع القزبر والمعدنوس، وانا كنحرك بالزربه باش تخلط لي جميع المقادير، وداك البيض ما يبقاليش غير في جهه وحده والضغميره في جهه. البنات انا في هذه المرحله هذه ما غادي ندير السكر بتاتا، لان الاغلبيه ديال الناس اللي جايين عندي مرضى بالسكر. غادي ندير غير القرفه. نتوما في هذه المرحله هذه ديروا تقريبا واحد نص كاس هكاك ديال السكر مع الضغميره. صافي نتوما كما كتشوفوا البيض ديالي راه طاب مزيان. باش نتاكد بان ما بقاش الماء بصفه نهائيه والورقه ما طرطقليش، غادي ندير واحد الشبيكه وغادي نخليها الضغميره ديالي كتقطر على خاطرها. هنا البنات كما كتشوفوا عندي جميع المقادير ديال البسطيله واجدين. الضغميره، اللوز اللي هرمشته شويه، عندي السكر، عندي واحد البيضه اللي طربتها، والدجاج، وكذلك الورقه ديال البسطيله انا خديتها من عند واحد السيده هنايا في الناس اللي ديال الاطلس راه عارفين اللي ساكنين في فاس، عندهم الورقه غزاله البنات، ولقيتها عاد طيباتها يعني ومدهونه كتحمق. انا فاش كنكون البنات على برا كنشري غير ديك الورقه اللي كتكون على الكزار، كتكون ناشفه وضروري خصك ديري لها شويه ديال الزيت والزبده. هنا خديت ديك اللوز البنات اللي هرمشت ودرت له 2 كيسان ديال السكر سنيده ما يعادل 300 غرام، مع هاد المعلقه عامره ديال القرفه، وغادي نحرك كلشي مزيان. صافي البنات هانتوما كما كتشوفوا دابا غادي ندوز نوجد الوريقات ديالي. في الاول غادي نبقى نفكاكا ورقه بورقه، وغادي ننزلهم قدامي في الجنب باش كتجيني العمليه سهله. غادي نجبد غير تقريبا نص والنص، خليته هكاك ملوف باش ما يشربش في واحد البلاستيكه. خديت المول اللي غادي نمونطي فيه البسطيله، وغادي ندهنو شويه ديال الزيت باش ملي كنجي نقلبها ما كتلصق لي ما والو. وغادي نبقى نفرش الوريقات ديال البسطيله بحال هاد الطريقه اللي غادي تشوفوا. كنديروا في الاول دايرين على الجناب، كندخل نص الورقه على برا ونص لداخل. غادي ندير ورقه هكا في الوسط اللي غادي تغطي لي على جميع الوريقات اللي عندي في الاول، وغادي ندير داك الضغميره ديال البيض والقزبر والبصله. انا درتها هي الاولى لانني فاش غادي نطيب البسطيله غادي نقلبها مباشره في التبسيط ديال التقديم، وغيجيني الطبقه د اللوز هي الاولى. غادي ندير الدجاج، وفي الاخير غادي نضيف اللوز. حاولوا توزعوا البنات اللوز باش يغطي لنا ديك الطبقه ديال الدجاج كامله. صافي وغادي نبدا ديك الورقات اللي كنت طلقت في الاول غادي نبدا نطويهم بحال هكا، غادي نجمعهم لداخل.
غادي نولي البنات ندير ورقه واحده اخرى من الفوق باش نجمع بها هذيك الوريقات. ومن بعد نفس الطريقه اللي درت في الاول غادي ندير وريقات هكا من الجنب، النص لداخل والنص على برا، وغادي نبدا كنلمط، ومره كندهن بالبيضه اللي طربتها كما قلت لكم قبل ونزلتها قدامي. واخا البنات البسطيله كطيب كتبقى لاصقه ما كتقشر ما والو، انا جربتها البنات بلا بيض هكا فاش كطيب بحال هكا ديك الورقه كتبقى طالعه. هانتوما غادي تشوفوا ان شاء الله معايا ملي غادي توجد كتبقى البسطيله بحال اللي وجدناها. انا البنات في هذه المرحله راني ما كنديرش شكون كنلمط البسطيله، ما كندير الزيت بصفه نهائيه الا البيضه اللي قلت لكم طربت. كتخلي الورقه لاصقه على بعضياتها. هنا البنات كما كتشوفوا كملت الاولى وراه بقى لي نص المقادير من داكشي اللي وجدت في الاول. غادي ندير البسطيله الثانيه بنفس الطريقه وغادي نتلاقى معكم. بالنسبه للبنات الورقه البسطيله دخلت لي جوج بسطيلات، دخلوا لي هكا كيلو ديال الورقه. هنا كما كتشوفوا البنات هاد البسطيلات انا وجدتهم في العشيه والعراضه عندي حتى الغدا ان شاء الله. دابا غادي ندير لهم الفيلم اليمونتير وغادي ندخلهم للثلاجه حتى كنقرب هكا يوجد الغدا بشي ساعه، عاد غادي نجبدهم ومباشره كنديرهم في الفران اللي كنكون سخنتهم قبل، كنشعل عليهم العافيه من الفوق ومن التحت حتى كيتحمروا. المهم البنات انا الحاجه اللي كتاخذ هكا الوقت نقصتها بحال هكا في العشيه ولا غدا ان شاء الله عندي العراض. دابا غادي ندوز كذلك في الليل غادي نوجد واحد التحليه. عندي هنايا السيترو د الحليب، معلقه ديال المايزينا وفلو ديال الكراميل. تقدروا ديروا في عوض المعلقه المايزينا معلقه كريم باتيسير اللي عندكم خدموا به راه كيجي بحال. وبالنسبه للسكر غادي نضيف واحد 3 ديال المعالق. صافي هنا في الكاسرونه غادي ندير المعلقه د المايزينا و3 المعالق كما قلت لكم عامرين ديال السكر والفلو. غادي نخلط هادشي مزيان وكندير الكاسرونه ديالي فوق النار حتى كتغلي. من بعد كنطفي عليها وكنخلي داك الخليط في الكاسرونه حتى كيبرد تماما غير فوق البوطاجين، ومن بعد كندخل كذلك الكاسرونه ديالي للثلاجه حتى كتبرد. هنا البنات فاش طفينا على الكاسرونه ديالنا خديت واحد الطرف ديال الكيكه اللي كان عندي ديال الشكلاط كان عندي في الثلاجه فايت لي شاركتها معكم. غادي نفرتو بحال هكا وغادي نديرو في الكيسان. تقدروا ديروا البسكوي، تقدروا ديروا غير ديك المادلين الجاهز اللي كيكون، ديروا داك البسكوي ديال البودوار، اي حاجه عندكم ديروها في التحليات. انا بقى لي هاد الطرف الكيكه قلت ما كاين لاش عاد نوجد كيكه واحده اخرى. بغيتو ديروا كيكه ديال غير بيضه وحده ديروها، كديروا فيها نص كاس الزيت نص كاس السكر والمهم شي كاس هكاك ديال الطحين وخماره ونص كاس ديال الحليب. كطيبوا كيكه عاديه وكتخليوها تبرد وتفرتوها. صافي فاش ساليت الكيسان البنات كلهم سقيتها بواحد شويه ديال الحليب. هنا عندي كما كتشوفوا الفلور اللي جاهز الاول، عندي واحد 200 غرام ديال الجبن، عندي كاس ديال الحليب بارد، وعندي هاد الموس هادي ديال الفاني. بالنسبه لهاد الجبن هذاك جبن كريمي تقدروا تعوضوا غير بداك الجبن ديال الجبلي، راه بحال نفس الطريقه او نفس المفعول كيعطي. انا البنات كنطرب في الاول داك الموس ديال الفاني مع ديك الكاس الحليب مزيان، غادي نزيد عليه العلبه ديال الجبن وغادي نطرب غير واحد شويه. من بعد كنطرب كذلك هذيك الفلور اللي كان عندي بارد اللي وجدت انا وياكم في الاول، وغادي نخلط كلشي في دقه واحده. هاد الكريمه او هاد التحليه البنات كتجي رائعه، خصوصا الا بيتوها من الافضل انا كنصحكم الا كنتو غتوجدوا هاد التحليه هادي الضيوف او لوليداتكم او العائله ديالكم، حاولوا ديروها قبل بليله في الثلاجه، في الصباح كتصبح جامده مزيان. صافي البنات دابا هانتوما كما كتشوفوا غير بواحد المعلقه او بوشه واللي بغيتو، المهم انا نخدم غير بالمعلقه، يعني اسهل حاجه لكل واحد، معلقه متوفره في كل مطبخ
وغادي ندير واحد الكميه فوق الطبقه ديال الكيك اللي كنت كما قلت لكم سقيته قبل بواحد شويه ديال الحليب، باش كتجي ديك الطبقه كذلك ديال البسكوي كتجي حتى هي فازقه. غادي نغطي بواحد هكا البلاستيكه الكيسان ديالي، وغادي نخليهم حتى لغدا ان شاء الله، ونتلاقى انا وياكم باش نزينوهم. صافي البنات، دابا تقريبا هذه راه شي 12 النهار، قربوا يجيو الضيوف ديالي. كما كتشوفوا التحليه راه عندي جامده، هانتوما واخا كنقلب الكاس راه ما كتسيح ما والو. غادي ندوز نزينها. عندي هنايا المشماش، بيبيطات الشكرات، الكركاع، وعندي كذلك الزبيب. المهم ديروا اي حاجه عندكم، ماشي ضروري تقيدوا بهادشي اللي عندي. وعندي كذلك هنا شويه ديال صلصه الكراميل اللي غادي نشاركها معكم حتى هي ان شاء الله في القناه. صلصه زوينه بزاف البنات بالشكلاط ابيض. كنبقى لي هاد شويه، قلت علاش لا تا هو نستغلوه ونوجدوه في هاد التحليه. صافي البنات، هنا كنخلط داك الفواكه اللي عندي كامله، وغادي ندير شويه شويه في كل كاس، ومن بعد كندير شويه ديال صلصه الكراميل. تقدروا ديروا هاد الصلصه هذه المنزليه او الصلصه اللي كتباع مع الشاصيات ديال الفلو. المهم اي حاجه ديروها. صافي البنات، دابا غادي من بعد ما ساليت غادي نرد الكويسات ديالي للثلاجه نخليهم كيزيدوا يبردوا، وغادي ندوز هنا نشوفوا اللحم. ما شاركتوش معكم، غنقول لكم بالتفصيل. درت واحد تقريبا واحد 5 كيلو ديال اللحم، درت لها سكينجبير، الخرقوم، درت عويد القرفه والبصار وصافي، والبصله وزيت الزيتون وزيت المائده، وغادي نطرق عليهم. انا كذلك عندي البرقوق راني بديت كنسلقو. بالنسبه للكميه ديال اللحم والبرقوق على حسب الضياف ديالكم، وان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه بالتفصيل. هنايا البنات كذلك غادي ندوزو نوجدو واحد الشريده اللي عندي الخضر كلها البنات سلقتها في الصباح بكري. خيزو، الهريكو، البطاطا، الرز، الباربه، كنسلقوهم بالماء والملحه وكنخليهم كيبردوا على خاطرهم. كذلك بالنسبه للكميه ديال الخضر راه كما كنقول لكم دائما على حساب عدد الاشخاص اللي غادي يجيو عندكم. هاد الشلاضه هذه تقدروا توجدوها للضيوف، علاش لا حتى لوليداتكم نتوما وياهم هكا نهار بحال دابا اللي الانسان ما خدامش او ما كتكونش القرايه السبت والحد، يتجمعوا عليها جميع افراد الاسره. صافي البنات، هنا كل حاجه غادي ندير لها شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الزيت، الخل، الملحه والبزار. غادي نحركوا هادشي مزيان، ونفس الطريقه غادي ندير كذلك الخيزو واللاريكو وحتى الباربه تقدروا البنات تزيدوا معها شي بصيله، ولكن الا كنتو غادي تقدموها في نفس الوقت، يعني غير كتقطعوا البصله مع الباربه غادي تقدموها. الا كنتو غتخليوها بحال هكا واحد المده، من الافضل ديروا غير الباربه بوحدها، لان البصله كتطلق مع الباربه واحد الريحه خايبه بزاف. صافي البنات، درت داك الشلاضات ديالي كلهم وجدتهم قبل ما يجي الضيوف ديالي. كنديرهم هكا في الجبيبنات باش كيبقى لي هكا الوقت نمشي نلبس ونسالي ونمشي نجلس مع الضيوف ديالي واحد شويه كنتعاود على ما كندير واحد الكويز داتاي. من بعد كنوض غير مونطي الشلاضه ديالي وصافي. هنا خديت الروز البنات كما كتشوفوا راه سلقته كما قلت لكم وناشف بالملحه. درت المايونيز اللي هي مايونيز يعني تحضير منزلي، درتها شويه خفيفه باش تكفيني. غادي ندير واحد 2 العلب ديال الطون، وغادي ندير المايس او الذره. ما بغيتش ندير انا البنات هنايا حتى حاجه في ديال الخضر من داكشي اللي درت من بعد، لان غادي نرافق في الجناب هكا ديال الشلاضه. قلت ما كاينلاش، درت غير واحد الفلفله خضراء هكا صغيره حتى هي قطعته. ومن الافضل الا كان عندكم الفلافل باللوان كتجي غزاله هاد الشلاضه البنات. غنخلط مزيان البنات هاد الرز كما غادي تشوفوا. غادي نذوقوا، الا كان خاص شويه الملح راكم كتضيفوا قبل ما تمونطيو الشلاضه ديالكم. هنا البنات راني زدت واحد شويه ديال الفلفل الاسود. صافي كناخذ دابا هذاك الصحن البنات بحال هذا، داك اللي كيكون الصحن اللي كنديروا فيه الكيك. انا فيه غادي نمونطي الشلاضه ديالي، ندير الخس اللي غسلته ونشفته من الجوانب، وغادي ندير كذلك الرز في واحد المول ديال الكيك اللي كندهنو بقطيره ديال الزيت باش دغيا كيهبط لي داك الرز، وغادي نقلبو تما كما غادي تشوف. بالنسبه للبنات الجوانب كديروا اللي بغيتو فيهم. انا عندي هاد مطيشه سوغيز درتهم في هاد العويدات هكا ديال اللي كنقدموا بهم المملحات. المهم مزيان بسيط يعني، وكما قلت لكم غير خوتي البنات اللي جايين عندي
المهم حنا خصنا غير نفرحوا ونضحكوا ونشطوا صافي. يعني اي حاجه عندكم ملي كتكون العائله القريبه، اي حاجه عندكم ديروها وضفوها. المهم النظره الحاجه هي اهم حاجه، ماشي الكميه ديال او التنوع في الخضار. صافي هنا البنات درت الخيار كذلك او الفقوس، وفي الوسط غادي ندير شويه ديال الخس، غندير فوق واحد زويته كحله، ودرت الكاشر اللي قطعته بديك القطعه كما غادي تشوفوا هكا بحال الشكل ديال الهلال. وكيكون هذا هو الطبق ديال الشلاضه ديالنا. من بعد البنات خديت واحد الصينيه هكا وغلفتها بالالومنيوم، لانني ما نكذبش عليكم ما عنديش بلاطو كبير كنجيكم الصراحه. كما قلت لكم القناه ديالي روتينات بلا نفاق بلا زواق. ودرت شويه ديال الخضر من الجوانب هكا، البطاطا الهريكو الباربه، وزدت حتى شويه ديال الفقوس. بالنسبه للبسطيله البنات فاش طابت راه دهنتها بالجناب بالعسل، درت لها اللوز ايفيلي، وفي الوسط كما غتشوفوا درت القرفه والسكر. تقدروا البنات ديروا خطوط هكا ديال القرفه والسكر واللوز اللي بغيتو. هنا اللحمه البنات من بعد ما طاب كتشوفوا واقف الزويته ديالو. درت البرقوق عسلته، درت فوقه شويه ديال الزجلان، وكذلك المشماش فوقه الكركاع والبيض السمان. وبالنسبه للتحليه البنات كما غادي تشوفوا قدمتها بحال هكا في ديك الليمون اللي كندير كذلك فيهم الكيك من الفوق، ومن الجوانب نفس البلاطو غسلته وليت غلفته ودرت فيه الفواكه اللي عندكم. وفي العشيه البنات كنا كذلك درنا واحد الكويس ديال اتاي والقهوه، ونزلنا كما قالوا لي كتب الله. درت واحد الكيك بارد، هاد الملاوي كما تشوفوا كبارين راني شريتهم. بالنسبه للكيكه البنات جات غزاله بدون فرن، غادي نشاركها معكم ان شاء الله قريب في هذا الاسبوع، غادي نشاركها معكم. عندي هنايا البنات الذره، ولو ان الذره سقط فريا كنقليها كترطق كلها، ولكن وهكا كنزلتها في الطبله. كذلك شويه ديال الفواكه الجافه، الكركاع، الزبيب، اللوز، عندي كذلك الكرواسه والحليوات للدراري لان ولاد اختي جابوا وليدات الصغيورين معاهم، شويه ديال الكونفليكس وشويه ديال الدوازاتي كنشط كذلك عندي. المهم البنات العشيه دازت غزاله مع العائله ومع الخوت، لان ما عرفنا شنو باقي لنا في الدنيا، ما عرفناش فوقاش نتشافوا، خصوصا اننا كاين العام اللي كنجي وكاين العام اللي ما كنجيش. ما كاين حد براني غير حنا وخوتنا هكا وحبابنا ورجالاتهم وولادهم، فرحنا وضحكنا، وهذا هو احسن حاجه. نتمنى الفيديو ديال اليوم او الروتين ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، كذلك كنتسنى التعليقات ديالكم بفارغ الصبر. شكرا على المشاهده، شكرا على التعليقات الزوينه اللي كتخليو لي وعلى الناس اللي كتضاف للقناه ديالي. كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، الدار داركم، والى اللقاء في فيديو واحد اخر ان شاء الله.